أن الإمبراطورية المغربية أنا على يقين حسب البحث الذي قمت به ستعود بإذن الله كما كانت عليه منذ أكثر من 10 قرون، وستعود بإذن الله. سؤال يمكن أن يسأله الجزائري، يسأله التونسي: لماذا الدولة العثمانية تمكنت من الدخول واحتلال الجزائر؟ لماذا تسنى لها الدولة العثمانية وقوتها تسنى لها دخول الجزائر ودخول تونس، ولم تستطع الدخول ولو سنتيمتر واحد في أراضي الإمبراطورية المغربية؟ سؤال وجيه، والجواب نتاعو سهل جدا: لأن المملكة المغربية لها رجال عاهدوا الله على الدفاع عن أراضيهم. ليس هذا أنه في الجزائر حين وتونس لم تكن هناك رجال، ولكن قضت عليهم الدولة العثمانية، ومنهم أجدادي في تونس قضت عليهم الدولة العثمانية. ولذا الحمد والشكر الله قوية منذ أكثر من 13 قرن، ولم يتجرأ سياسي في المملكة المغربية وقال نحن قوة ضاربة وعندنا النيف. عندهم 13 قرن، المملكة المغربية عمرها 13 قرن زائد 10، ولم يتجرأ سياسي أن يقول نحن قوة ضاربة وعندنا النيف وقوة ضاربة. ولكن دويلات صنعتها فرنسا، ولدت سنة 1962، زوجة ماكرون أكبر منها أو أمي أكبر منهم، واضح، ويقول نحن دولة